بسم الله. امتحان الاسترشادي التاسع يا جماعه. بيقول لي الفولتميتر ده قايس 20 فولت، فعاوز يعرف الاميتر يقيس كام، التيار كلي يعني 20 طبعا 20 على 5 يبقى التيار فوق 4 امبير. طيب برضو لما نقول الخمسة شايله 20 يبقى العشرة تشيل 40، يبقى الفرع كله شايل 60 فولت، هتقسم 60 على 10 يبقى التيار 6 امبير. 4 امبير و6 امبير، 4 امبير فرع علوي، 6 امبير فرع سفلي، يبقى كله 10 امبير. السؤال اللي بعده عايزين ترتيب السيجما. طبعا السيجما يا جماعه انتوا لازم تعرفوا ان رو اي ار اي على ال، يبقى السيجما ال على الار اي. يلا السيجما بتاع السلك ايه تساوي ال على ار اي، يعني نقدر نقول نص. السيجما بتاع السلك بي ال على الار اي يبقى واحد. سيجما على السلك سي ال على 4 ار، ودي 2 ال كمان، ودي 2 ايه، يبقى ربع. سيجما السلك دي ال على الار ايه، بس ال ب 2 ال والار بار والاي بايه، يبقى 2. يبقى اعلى سيجما دي ثم بي ثم ايه ثم سي. الاجابه بقى. السؤال اللي بعده اوجد المقاومه الكليه للشكل. دول ملغيين ودول 9 ار على 3 ف3 ار. اوجد نسبه اي 1 على اي 2. طبعا النقطه زي دي يا جماعه فيها اي 2 واي 3، اي 3 زائد اي 2 بتساوي اي 1. هنحط دي الاول جانبا. لو عملنا معادله هنا في المسار واحد، محصله البطاريات بيساوي محصله المقاومات. 6 ناقص 3 بتساوي 2 اي 2، يبقى اي 2 بواحد ونص. طيب لو عملنا معادله فوق 3 في المسار التاني، المسار التاني اللي فوق ده، 3 زائد 10 بتساوي 10 اي 3 ناقص ان التيار جاي كده والمسار جاي كده، ناقص 2 اي 2. يعني 13 بيساوي 10 اي 3 ناقص 2 اي 2، يعني 2 في واحد ونص ب3. 3 و13 16 بتساوي 10 اي 3، يبقى اي 3 بواحد وستة من 10. طب ما يبقى اي 2 يبقى اي 1 بقى مجموعهم اللي هو 1 و6 زائد 1 و5، يعني ادي 3 وواحد من 10. اذا يا جماعه لو قسمنا اي 1 على اي 2، 3 وواحد من 10 على واحد ونص، شيل العلامات يبقى 31 على 15. السؤال اللي بعده السؤال الخامس. في الشكل المقابل إذا تم إبعاد السلك بيه مسافة دي نحو اليمين، ده هو بعد كمان، يعني بقى كمان هنا بقى يبعد، لا بقى يبعد 2 دي، والنقطة التانية تبعد دي، دي اي على دي زي 2 اي على 2 دي، الطيارين في نفس الاتجاه، فالنقطة دي تبقى نقطة تعادل بقى، يبقى الفيض عندها بصفر. جاب لنا سلك كده، السلك ده يا جماعة كده فيضه اهو، فيضه كده. لو رسمت مماس فيضه كده، الملف الدائري ده فيضه لتحت، فيضه لتحت، الملف الدائري فيضه لتحت، فبالتالي الفيضين بقى فيض كده وفيض كده متعامدين. قاعدة مين؟ فيثاغورس. يبقى السؤال السادس اجابته الف فيثاغورس. السؤال الثامن السابع بيقول لي الفيض مين اكبر من مين؟ يلا يا جماعه نقطه زي دي الفيض عندها طرح، بي توتال عند النقطه دي هيساوي ميو اي على 2 باي دي، دي اللي ار، ناقص ميو اي على 2 باي ار. يعني البي توتال عند النقطه سي هنا هيبقى ميو اي على 2 ار عامل ايه؟ مشترك، وهيتفضل هنا ايه؟ 2 على باي ناقص 1 على باي. يعني البي توتال هنا يبقى بيساوي ميو اي على 2 ار في 1 على باي. ماشي مفيش مشكلة زي الفل. طيب ثم تعالى بقى البي توتال هنا برضو عكس بعض، هنا طرح، يعني البي توتال هنا يبقى ميو ان، والان بواحد عشان حلقة، والاي اللي جوه ب2 اي على 2 ار ناقص ميو اللي بره اي على 2 ار.
البي توتال في الحاله الثانيه اللي هي دي بي توتال سي 1 ودي بي توتال سي 2 ميو اي على 2 ار عامل مشترك اتفضل 2 ناقص نص، 2 ناقص نص يعني 1 ونص. يبقى انا عاوز اقارن الواحد ونص وواحد على باي. طبعا الواحد على باي دي يا جماعه اهي عشان تشوفوها، واحد على باي عامله 3 من 10. الحمد لله الحمد لله عامله 3 من 10 ودي عامله 1 ونص. خلاص كده يبقى ده اكبر من ده، يبقى الاختيار الاخير بي توتال بتاع السي 2 اكبر من بي توتال بتاع السي 1. طبعا وضع سلك طوله 100 سم في مجال وتيار عاوزين القوه. استنى بقى، القوه بصفر. عارفين ليه؟ لان قال لك انه محطوط في نفس الاتجاه، يعني السلك اهو المجال اهو يا جماعه كده، السلك موازي المجال يعني السيتا بصفر يبقى القوه بصفر. الاجابه دال. السؤال اللي بعده، اذا تم غلق المفتاح كيل قلت حساسيه الجلبان للخمس. فان طبعا عندنا قانون بالار اس بتساوي ار جي على ان ناقص 1 اللي انا قايل لكم عليه. الار جي ب 200، الحساسيه قلت بالخمس يعني 5 ناقص 1 يبقى 200 على 4 يبقى الار اس ب 50. اصلا ما فيش ار اس ب 50 غير دي. طب الفي باتري ب 100 ليه؟ ما هو انت لما تقول دلوقتي لما يكون مفتاح مفتوح وده يقرا 50، ال 200 قاريه 50 يبقى ال 200 الثانيه تقرا 50 يبقى البطاريه ب 100. عند استبدال مقاومه المجذب اخرى قيمتها اقل. انا معلمكم ان الحساسيه طردي مع الار اس. مقاومه مجذب اقل يبقى حساسيه اقل. اجابه عقليه. بيسال هنا ملف الاولاد مصنوع من الالومنيوم والثاني مصنوع من النحاس. تم استبدال الالومنيوم باخر من النحاس بس نفس عدد اللفات ونفس المساحه ونفس السرعه. طب ما القوه الدفع الكهربائيه ملهاش دعوه بالكلام ده يا جماعه. نفس السرعه نفس الزمن نفس الفيض تمام ونفس المساحه ونفس اللفات. قوه الدفع الكهربائيه تظل كما هي لان مفيش تغير حصل، يعني مش شايفين اي تغير حصل. السؤال اللي بعده، الشكل قضيبين واحد ماشي كده والتاني ماشي كده، فاذا تحرك القضيب ايه جهه اليمين هنشتغل بفيلمنج اليمنى. ازاي؟ الفضه اهو حركه اهي، التيار اهو، يعني ده يستحس تيار كده، ده تيار مستحث هيمشي ينزل هنا. السلك ده بالنسبه له بقى عاوز تشوف حركته تجيبها بقاعده فيلم جادي اليسرى. الفضه اهو، يعني هنا اشتغلنا فيلمنج يمنى، هنا هنشتغل فيلمنج اليسرى. الفضه اهو التيار اهو يبقى الحركه اهي، يبقى يتحرك نحو السلك ايه؟ يتحرك نحو السلك ايه؟ الاجابه الف. 12000. السؤال اللي بعده، بيقول السلك ده ماشي بسرعه في وعمل زاويه سيتا. طب ما ده بيقرب، يعني ده كان بيقرب كان بيعمل هنا اس ان، هنا بيقرب هنعمل برضو اس ان، وبنبعد هنا باس، بنبعد باس يبقى هنعمل ان وهنا اس. قال لا، طالما التيار المستحث ده وده متفقين مع بعض يبقى الزاويه زادت، بدل ما كان سيتا هتبقى 2 سيتا وفي نفس الاتجاه مفيش اختلاف في الاقطاب. 2 سيتا يعني حارف 2 سيتا وفي نفس الاتجاه. الإجابة بقى 13 إجابته بقى 14. الشكل مقابل السلك كده بيتحرك كده، قاعدة فيلم جادي يمنى الفضة اهو حركة يبقى الطيارة اهو، وده يستحث طيار عكس البطارية. بس تعال نشوف كده، ايه ما في المستحثة بتساوي بي ال في؟ البي ب6 من 10 والال ب1 والسرعة 6 يبقى يستحث 3 و6 من 10. 3 و6 من 10 دول هيبقوا ضد 1 ونص، فنقوم جايين نقطة رايحين 3 و6 من 10 من 1 ونص، فيطلع الناتج أزيد من اللي كان موجود قبل كده 2 1 من 10. يعني دي لما كانت بالبطارية بس، اللمبة مع البطارية بس كان وصل لها 1 ونص، اللمبة دلوقتي بعد الحس وصل لها 2 1 من 10، كده الإضاءة تزيد. ازاي؟ كان في كتير كتابة تقل عشان ضد بعض بس ده قوي جدا لدرجة إن هو أخمد ده وفاض زيادة عن قيمته كمان، بقى فاضل يعني الفرق 3 و6 ناقص 1 ونص عاملة 2 1 من 10، أزيد من 1 ونص يبقى أكبر منه. قطعة معدنية موجودة مع مصدر تيار متردد، قطعة معدنية موجودة مع مصدر تيار مستمر. دي تسخن عشان تولد فيها تيارات دوامية، دي ما تسخنش. يبقى تسخن القطعة رقم 1 فقط عشان بسبب تولد تيارات دوامية. تمام؟
سؤال 16 محول كهربي في اس 5 في بي، فان النسبه من التيار الثانوي الابتدائي يا جماعه في اس على الفي بي بتساوي اي بي على الاي اس. العلاقه علاقه عكسيه، جهد الثانوي 5 امثال ابتدائي يبقى التيار الثانوي الخمس. التيار الثانوي خمس التيار الابتدائي. هنا بيقول في المحول اذا كانت قراءه الاميتر ده اهو 1 امبير والمفتاح مقفول، فلما نفتح ما عادش يبقى فيه تيار، هيتولد كهرباء مستحثه عكسيه تقضي على التيار الاصلي، يبقى خلاص تقترب من مين؟ من الصفر. بسبب التيار العكسي اللي هيتولد في الملف الابتدائي بالحث الذاتي. ماشي. السؤال 18 عند مرور تيار اي في اميتر حراري عمل باور قدرها باور. طب تيار كام يعمل 2 باور؟ والله باور 1 على باور 2 بتساوي اي 1 تربيع على اي 2 تربيع. الباور ان هي كانت باور ده مع تيار اي، هتبقى 2 باور مع تيار قد ايه؟ عاوزين ده اهو. طبعا اي 2 تربيع بتساوي 2 اي تربيع، يبقى اي 2 جذر 2 اي. الاجابه بقى دايره تيار متردد تحتوي على ملف حث عديم المقاومه، وكان اكس ال بتساوي 2 اكس سي. عند زياده تردد التيار للضعف ان النسبه بين المفاعله قبل وبعد زياده التردد تكون نقط قبل وبعد. ماشي. والله يا جماعه هي التردد كان اف وبعدين هيبقى 2 اف. التردد لما كان اف الاكس ال كان قد الاكس سي مرتين، يعني لو هنا 1 هو 2. طب لما التردد زاد للضعف ده هيزيد للضعف، يعني انا كنت عامل مثلا ده 1 اكس يبقى ده 2 اكس، ده يزيد للضعف يعني يبقى 4 اكس، وده يقل لمين؟ للنص يبقى نص اكس. حلو. طب المفاعله في الحاله الاولى الى المفاعله في الحاله الثانيه كنا هنقول اكس ال ناقص اكس سي، في المره الثانيه اكس ال داش ناقص اكس سي داش. احنا عندنا في الحاله الاولى 2 اكس ناقص 1 اكس، في الحاله الثانيه 4 اكس ناقص نص، يعني 1 على 3 على 2 نضرب في 2 على 2 يبقى 2 على 7. السؤال 19 اجابه 2 على 7. السؤال اللي بعده الدائره المقابله عند توصيل مقاومه ار على التوازي مع المقاومه الاميه فان شده التيار. لما توصل مقاومه على التوازي اصلا دولت لاغين بعض، يعني الزد بتساوي ار، وبعد شويه ما نحط ار بقت الزد بقت بتساوي نص ار. المقاومه قلت والمفاعله قلت للنص، يبقى التيار يزيد لمين؟ للضعف. السؤال 20 يزيد للضعف. الخاصيه المشتركه التي تشترك فيها فوتونات اكس وليزر. السرعه يا جماعه نفس السرعه، ليهم نفس السرعه. يوضح الشكل الفوتونين اي بي مع اعطينا طول موجي اهو. عاود النسبه بين كميات التحرك. كميه التحرك اتش نيو على السي او بنقولها اتش على اللامدا، يبقى البي ال مع اللامدا علاقه عكسيه. بي ال ايه على بي ال بي يساوي لامدا بي على لامدا ايه. لامدا بي اللي هي 200 ولامدا ايه اللي هي 800، يبقى النسبه كده ربع. الاجابه الف. 22 ده اجابته الف. اذا كان الطول الموجي بتاع الشمس 500 وحرارتها كذا، درجه حراره الانسان 37 سيليزيوس، فيبقى درجه حراره الانسان كام؟ لامدا 1 تي 1 بتساوي لامدا 2 تي 2. دي الشمس ودي الانسان. لامدا شمس 500 نانو والحراره بتاعت الشمس 6000. درجه حراره الانسان 37، دي هنضيف عليها 273 عشان تبقى بالكلفن. يا ترى اللامدا بتاع الانسان قد ايه؟ تطلع بالمتر، خلي بالكم، يعني اهي نشوفها كده قدام بعض عشان هو عاوزها بالنانو. يعني احنا هنعمل كده 500 في 6000 على 37 زائد 273 عملت 9.677 متر. انت عاوزها، انا عاوزها بالنانو. لا على فكره يا جماعه انا شغال بالنانو، فدي تطلع بالنانو. تمام، موجوده اهي بالنانو، مفيش فيها اي حاجه. طالما بالنانو يبقى الاجابه بالنانو. ماشي. الاجابه الاخيره. السؤال اللي بعده بقول اي الانتقالات يعطي طول موجي قد كده. يا جماعه الطول الموجي من 4000 انجستروم لحوالي 7000 انجستروم ده ضوء مرئي.
والضوء المرئي يعني راجع للمستوى الثاني، والوحيد عندنا للمستوى الثاني هو الانتقال سي، من غير حسابات اللي تقعد توجع دماغك. اللي هو بالمر يعني. السؤال 25 إذا كان أقصر طول موج الأشعة إكس قد كده، فإن فرق الجهد لامدا بتساوي اتش سي على الإي في. اللامدا أدي علامة 5 6 1 أنجستروم في 10 أس سالب 10، وأدي الاتش، وأدي السي، وأدي الإي 1 و6 في 10 أس 19. نقدر نجيب الفي بس. فالأمور يعني ظريفة وعلماء العلوم، فطلع الناتج الإجابة ألف. تمام؟ ماشي. السؤال اللي بعد في جهاز ليزر هنا نيون تكون طاقة فوتونات المنبعثة من ذرة النيون نقط الطاقة التي انتقلت إلى النيون عند تصادمها بذرات الهيليوم. الطاقة اللي طالعة من نيون نقط الطاقة التي انتقلت. طبعا يا جماعة اللي اتنقل مثلا الهيليوم نقل للنيون 10 جول، اللي بيرجع طاقة الليزر تبقى جزء والباقي حرارة، يعني بيفقد جزء ضوء وجزء حرارة. فأنا لو الهيليوم عطى النيون 10 مش كلهم يطلعوا ليزر، أقل منه الليزر أقل منه، لأن الباقي فيه جزء حرارة. في التصوير ثلاثي الأبعاد الليزر استخدم فرق المسار كانت 2 على 3 لامدا، فإن فرق الطول قد إيه؟ طبعا فرق المسار على فرق الطول بيساوي لامدا على 2 باي. فرق المسار معطي 2 لامدا، 2 على 3 لامدا، وهنا على فرق الطول، وهنا لامدا وهنا 2 باي. شيل ده مع ده يبقى فرق الطول هيساوي 2 على 3 في 2 يبقى 4 على 3 باي. 4 على 3 باي. ده السؤال رقم 27 اجابته ماشي مظبوط يا جماعه. بالنسبه لفتره عمر الزمن لمستوى الاثاره العادي الى مستوى شبه المستقر ده 10 اس 3، والعادي في حوالي 10 اس 8، وده برضه حوالي 10 اس 3، فده اقل من ده بكتير طبعا. الاجابه اقل من ده. بيقول اذا كان واي بواحد وايه بصفر فان القيم دي قد ايه؟ ده كله طلع واحد يبقى كان داخله وحديه. عندي ما بتطلعش واحد لما يكون داخل وحديه. هنا طالع واحد ده صفر يبقى لازم يكون ده واحد. وخلاص كده يبقى البي والسي بقوا حايد. الاجابه ج. السؤال بعد بيقول لك نحرك السلك ده في انهي اتجاه عشان اللمبه ايه تنور؟ يبقى انت عاوز الطريق يكون ماشي كده. وعشان يمشي كده فيلمنج يومنا نحرك جهه اليمين بقى. اتحرك كده الطياره يمشي كده. يبقى جهه اليمين يمين الصفر. السؤال اللي بعده بيقول الترانزستور ده طالما هنا يا ولاد متوصل بالموجب يبقى ترانزستور اون يعني مغلق. طب انا اعطيك هنا ده اي سي وده اي بي. على فكره انت لما تقسم اي سي على اي بي اللي هو 72 على 3 تدي 24. ده البيتا اي. ما احنا عاوزين الفا اي بقى. الفا اي بيتا اي على 1 زائد بيتا اي. 24 على 1 زائد 24. 24 على 25 96%. الاجابه ده. لما تنخفض درجه حراره السيليكون النقي بدرجه صفر كده مقاومته النوعيه نقط. هو بص لما تنخفض التوصيليه هتقل. يبقى المقاومه النوعيه مالها؟ تزيد. عند صفر كده تكون قيمه عظمى طبعا. الاجابه 32 دي هتبقى قيمه عظمى. السؤال اللي بعده بيقول عاوزين ايه في دي؟ قراءة الاميتر قد ايه؟ اذا تم توصيل مصباح اخر مماثل له على التوازي يعني كمان بس مقاومة قلت التيار هيزيد. يبقى الاميتر يزيد. انما الفولتميتر هيفضل قايس الفي بي عشان الار سمول بصفر. يبقى يزيد ولا يتأثر. يبقى الإجابة ج. الاميتر يزيد والفولتميتر لا يتأثر لأنه بيقرا قوة الدفع الكهربية للمصدر. السؤال اللي بعده إذا كانت قراءة الاميتر واحد قراءة الفولتميتر تساوي نقط. قراءة الفولتميتر تساوي نقط. والله ده كلام محترم. ماشي بصوا يا جماعة هو الواحد في 3 يعني هنا 3 فولت والواحد في 1 داخلي يعني هنا 1 فولت. يبقى أنا ال 10 فولت شيل منهم 3 و1 يعني شيل منهم 4 فولت يبقى فاضل هنا 6 فولت بس. تاني الواحد في 3 ب3 والواحد في 1 داخلي ب1 يبقى هنا 1 فولت داخلي و3 هنا يبقى كل ال 10 دول شال منهم 4. شال منهم 4 فولت يبقى اللي فاضل 6.
السؤال اللي بعده 35 عاوزين التيار. يا جماعه اولا اكس سي، السي والسي دولت الجامعه، يعني 7 على 22 زائد 7 على 22 يدي 7 على 11. 7 على 11 اللي هو انهم مع 7 على 11 يتاخدوا احداهم على عددهم، يبقى 7 على 11 في نص، يبقى 7 على 22. طب ما احنا كده نقدر نجيب الاكس سي الكليه 1 على 2 باي اف سي، يعني اكس سي الكليه 1 على 2 باي والاف ب 50 والسي 7 على 22 مايكرو، طبعا نضرب في 10 والسالب 6. طب ما تيجي نجيب الاكس سي ديت، ادي 1 على 2 باي في 50 في 7 على 22 في 10 أس سالب 6. طلع حلو شكلها حلو ولا؟ طيب الاي بيساوي في على زد، يعني الفي اللي عندنا اللي هو 10 والزد اصلا اللي هي الاكس سي، ما هو مفيش غير الاكس سي، يبقى دي الرقم اللي هو انتوا شايفينه حلو ده 10 على العنصر، ناتج طالع تقريبا 10 في 10 أس 4، يعني 1 من 1000 يعني مفيش مشكلة. بقول الملف الأولاني لفاته انت وطياره اي وكسب فيدو بي 1، قسمناه من نصه وبعدين وصلنا الباقي بنفس البطاريه. انا شايف كده يا جماعه ان معنى كده ان الطول قل للنص واللفات قلت نص والمقاومه قلت نص، يبقى التيار زاد للضعف، يعني الكثافه هتزيد للضعف. يعني لو كانت بي بقت 2 بي يبقى النسبه 1 ل 2 ليه 1000 36 اجابته 1000. بيقول ان النقطه دي عندها الفيض بصفر، صفر يا جماعه يبقى الفيضين متساويين، فيض السلك مع فيض الحلقه اللي قدامنا. فيض السلك ميو اي على 2 باي دي، وفيض الحلقه ميو ان اي على 2 ار، ميو مع ميو و2 مع 2، والمسافات قد بعضها. تيار السلك اي 2 على بار، ودي هنا نص حلقه مش حلقه كامله، نص، وتيار اسمه اي 1 على 1. خلاص كده يبقى اي 2 يساوي اي 1 وهنا 2 وهنا بار. احنا عاوزين مين على مين بقى؟ اي 1 على اي 2 يبقى 2 على بار. الاجابه 37، الاجابه د. السؤال اللي بعده 38 جلفانو مقسم ل 150 قسم. اذا علمت ان كل 10 اقسام يدوا 1 مللي، استنى بقى. طب هو كام؟ 150 فيهم كام 10 فيهم 15، يبقى معنى كده ان الاي جي 15 ملي امبير. طب وكل 2 قسم يدي 1 ملي فولت، طب ال 150 فيهم كام؟ 2 فيهم 75 في 1، يبقى الفي جي 75 ملي فولت. يعني معنى كده يا اولاد ان الار جي هيقسم 75 على 15 فيها 3. احنا عاوزينه بقى يقيس 1 فولت. ار ام بتساوي في ناقص في جي على اي جي. عاوزين نقيس 1 وهو كان بيقيس 75 مللي في 10 أس 3 على اي جي اللي هو 15 في 10 أس 3. يعني احنا اهو يا جماعه عاوزين نقيس 1 ناقص 75 من 1000 على 15 من 1000. عاوزينه، استنوا في هنا بس غلطه، القسم الواحد يدل على 1 وهم كام قسم؟ هم 150 قسم، يبقى 150 فولت. هي بس خليها 150 ده، هي 150 مش عاوزين كل القسم الواحد ب 150. القسم الواحد بواحد يبقى كله ب 150. 9995 اللي هي الاجابه 1000. السؤال اللي بعده في بطاريه وفي ملفين. المهم اذا كان الملف واحد ملفوف على قلب حديدي ده اهو، وملف 2 مجوف، فان النسبه من زمن وصول التيار 1 للقيمه العظمى الى زمن وصول التيار 2 للقيمه العظمى، يعني ان الاثنين اتقفلوا في نفس الوقت. طبعا ده يوصل الاول لان مفيش عنده قلب حديدي، يعني هنا التيار العكسي ضعيف، هنا التيار العكسي عالي، يبقى زمن وصول 1 تيار عكسي عالي فياخد وقت اطول اكبر من زمن وصول 2، يعني هنا الحس الذاتي اكبر. تمام؟ لا يصلح التيار المتردد فيه
شحن البطاريات من الحاجات التانية دي ينفع. الإجابة ج. الدائرة المقابلة إذا كانت الدائرة في حالة رنين يبقى إكس إل كلي تساوي إكس سي، يعني نص إكس إل بتساوي إكس سي، يبقى إكس إل ب 2 إكس سي بقى. الإجابة 41. إكس إل دي 2 إكس سي. السؤال اللي بعده 42 في الدائرة المقابلة زاوية الطور كام عند غلق المفتاح؟ أصلا كون الاتنين دول بيساووا بعض يعني معنى كده إن زاوية الطور صفر، لأن الدائرة في حالة رنين. لما أقفل يبقى أنا لغيتهم، وأصلا لغيتهم يعني هما كانوا لهم وجود ما لهمش وجود، يبقى زاوية الطور هتفضل صفر، تظل كما هي لأن الزاوية صفر وهتفضل صفر. فكرة عمل الميكروسكوب الإلكتروني، طب الموجية الإلكترونات يا جماعة، هي الإجابة ألف. مع الموجية الإلكترونات يدور الإلكترون في حولانات ذرة الهيدروجين، وأعطيك طول موجي أهو. طب ما تقولوا ان 2 باي ار بيساوي ان لامدا، واللامدا اللي هي باي ار، شيل باي ار مع باي ار يبقى الان ب 2 كي ال، يبقى المستوى ال 44 ده المستوى. احنا عندنا باي ار يبقى المستوى الثاني كي ال، ماشي، المستوى الثاني يا جماعه. تمام كده؟ طيب السؤال اللي بعده، عند تحريك الزالق من الوضع B الى الموضع A، من B ل A يعني المقاومه زادت، يبقى التيار يقل. لما نمشي التيار يا جماعه، التيار ما يمشي كده يعني هنا شمالي وهنا جنوبي، تمام؟ هنا شمالي وهنا جنوبي. طب وبعدين؟ يعني وكأن مغناطيسه بيتسحب، يقوم عامل جنوبي وشمالي ضد مخالف، يعني التيار يبقى لتحت برضه، ده التيار المستحث، والتيار الاصلي لتحت، لا التيارين مع بعض يبقى الاضاءه مالها تزداد، تيارين مع بعض. بقول اوجد قيمه الار 1 ده اهي. بصوا يا جماعه، مش انا معلمكم ان ار اكس بيساوي ان ناقص 1 في ار توتال. ار اكس 600 خلت التيار يحقق 160 انحراف من 200، يعني على الأربعة 4 على 5، يبقى الانحراف 5 على 4. بمعنى نحسب ان هنا ار توتال 5 على 4 ناقص 4 على 4 يدي ربع، يبقى 2400. نعملها كمان مرة. ار اكس بتساوي ان ناقص 1 في ار توتال. ار اكس انت عاوزها ان ناقص 1 بقى، ما احنا الثانية بقى 75 من اصل 200، يعني على 75 يعملها 200 على 75 ولا دماغ، 200 على 75 ناقص 1، الار توتال 2400 اهي يا شباب. 200 على 75 ناقص 1 في 2400، الإجابة ار اكس ب 4000. أشوفكم على خير.